لما تسمع الفيديو اللي احنا نزلناه عن المباني هتضطر تدخل في البند النجار، وهتكون محتاج تعرف الصح من الغلط فيه برضه. يلا بينا. اهلا بكم مره تانية، معاكم الباشمهندس عبد الرحمن بكر من شركه ايفنت ديزاين. فكره القناه ببساطه اخطاء في التشطيب بقول لك خلي بالك منها، وافكار جديده بقول لك اعملها وتعملها ازاي. والنهارده معانا اخطاء ونصايح في النجاره هقولها لك عشان تخلي بالك منها لو انت هتعمل اي حاجه لها علاقه بالنجاره في شقتك او في بيتك. اول حاجه عندنا لازم تخلي بالك ان حلق الباب بيبقى 230 سم، منهم 10 سم تكون تحت الارضيه. اما بالنسبه للفتحات فعندنا فتحه الباب الرئيسي بتبقى 1 متر، وفتحه برضو باب البلكونه المفروض تبقى 1 متر، وعندنا ارتفاع سور البلكونه بيبقى على 90 سم برضو. فوق كل المقاسات دي فوق مستوى التشطيب. وفتحة باب الحمام بتكون 80 سم برضو، والفتحة الخاصة بالمدخل المطبخ هتكون 90 سم، ويا ريت متحطش باب اصلا للمطبخ، انما الفتحة نفسها بتبقى 90 سم. وعندنا ابواب الغرف برضو بتبقى 90 سم، وعندنا برضو الشبابيك في العموم بتبقى حوالي 120 سم في 120 سم. شبابيك الحمام والمطابخ برضو بتبقى حوالي 80 في 80 او 75 في 75. كل الكلام ده متاح معانا عادي. البطنية بتاعت عتب الأبواب والنوافذ بتبقى 2 متر و20 سم فوق مستوى التشطيب. لازم تسيب مسافة 1 أو 2 سم تحت الضلفة عشان الباب لما يجي يفتح ويقفل فيما بعد لازم تعمل حساب 2 سم ونص من كل جنب عشان المحارة. في حلق اسمه حلق زفر، الحلق ده بنجيبه عشان يستحمل البهدلة بتاعت التشطيب. خلي بالك ان حلق البلكونه الوحيد اللي يكون 4 قطع ويكون فيه تفريزتين، تفريزه من جوه وتفريزه من بره، انما بقيه الحلوق اساسا بتبقى 3 قطع بس، في جنبين وراس بس، انما الحلق البلكونه زي ما قلت لكم بيبقى 4 قطع. ولازم تتاكد برضو ان حلق البلكونه ماشي مع منسوب التشطيب كويس عشان ما يحصلكش مشكله فيما بعد. الصح انك تخزن الحلوق على شكل اخشاب وتقفلها قبل الشغل على طول. حاجه مهمه جدا، اي حلق هيتعرض للميه لازم اديله وش سيلر كامل للعزل، والجزء الملاصق للمباني ده يحبذ ان هو ياخد فيتامين عشان الرطوبه. طبعا هسقط الشرب بتاعي على كل الفتحات واعلم على الحلق بتاعي 1.20 متر واظبطه واثبته. ولازم الحلق يتركب بعد البؤج عشان الدنيا كلها تمشي مع بعضها. بعد ما تركب الحلوق كلها اتاكد من استقامتها بميزان الميه. لازم يكون في خيط تستلم بيه جميع الحلوق مع بعضها عشان تبقى عارف ان الحلوق كلها متساويه في الطرقه مع بعضها، مفيش حاجه داخله وحاجه خارجه. كل باب عندنا بيبقى ليه 3 كنات، 2 في الجنب وواحده عند الاوكر. لازم استلم رأسية الحلق والجوانب كلها بميزان الميه. لو لقيت في فرق اكتر من 2-3 سم فوق الباب لازم اصبها باسياخ حديد عشان فيما بعد ما تشرخش معايا، وممنوع ان انت تحطها باي شكاير وتقفل عليها وخلاص، لازم تتصب بمونة عشان ما تشرخش معاك قدام. ممكن تعمل ابواب خشب تدخل داخل الحائط، بس لازم تبقى عامل حسابك في وقت المباني وتخلي الحائط بتاعك عرض طوب. وارد جدا بعد ما تظبط الضلفه بتاعتك تحتاج نجار يشيل لك جزء منها من تحت عشان يظبطها معاك مع الارتفاع بتاعك. لو الضلفه قصيره بنضيف حاجه اسمها زي رجله كده من تحت وبنلزقها بغيره وبنربطها بمسامير، وبعد كده نتاكد ان هي اعلى من المنسوب السيراميك ب1 سم. وخلي بالك ان الموضوع ده مش محبذ قوي، لان هي ممكن تفصل معاك مع الرزع والقفل فيما بعد، ممكن تفصل معاك والمعجون اللي انت هتعالجه فيما بعد ما يظبطش معاك ويحصل شروخ في المنطقه دي. حاول تكون المفصلات تكون عريضه ونحاس كامله، وبرده بعد ما تحز بالمكده مكانها هتمسمر المفصلات فيها، وبعد كده تركب الضلفه، وبعد كده هتريح الضلفه. العصابه او الباكيته ركبها بعد وش السيلر افضل بكتير، وحاول تخلي بتاع السيراميك يقف، وحاول برده تخلي الباكيته تقف عند الحته الجزء اللي تحت دي اللي انا هوريها لكم هنا. وده بيبقى افضل حل انك تخلي الحته اللي تحت دي خشب زان عشان تستحمل الرطوبه والميه. انما في الطبيعي الناس بتخلي السيراميك يكمل تحت الباكيته، والباكيته بتقف عند الوزره بتاعت السيراميك عادي. الافضل انك توقف الوزره وانك توقف الباكيته بتاعت الباب وتحط حته زان احمر تستحمل الميه معاك. طبعا في انواع من القوالين، في سلندر وفي عادي، وفي طبعا اوكر بتتعمل لها تسكيك بعد تريح الضلفه، وفي اوكر بتيجي جاهزه، وفي اوكر برضو اسمها اوكر نص، وفيها حاجه اسمها من الاكسسوارات اللي هي عيون السحريه، وفي مقابض برضو خارجيه. كل دي اكسسوارات ممكن تستخدمها زي ما انت عايز. وما تنساش برضو تجرب الاوكر مره واثنين وثلاثه، وتجرب برضو المفتاح بتاعك قبل ما النجار يمشي من جنبك. لو هتركب باب خشب جاهز كابس خلي بالك لانه بيكون قشره ووراه فاضي. حاول تشوف العصب بتاعه فين عشان تعرف تركب الاكسسوارات
في المكان العصب ده. دي مشكله ممكن تحصل لك لو ما خدتش بالك منها في الاول. لو معاك باب قديم وهتلزق عليه قشره جديد، لازم تخربش كويس القديمه وتنضفها، وبعد كده تعبيها غيرها وتلزق الجديده عليها. وانت بتختار برضو الجديده القشره الجديده دي على حسب نوع الدهان. لو هتدهن دوكو او هتدهن لاكيه، هات البروز بتاعه كبير شويه وعشان يبدا يبان معاك. انما لو في ثمره ارو او الواح MDF لازم تتشطب اسطر عشان تبان معاك. لو حابب تجيب حلق زفر عشان تركب عليه ابواب جاهزه فيما بعد، مفيش مشكله، هات الحلق الزفر وركب عليه الحلق بتاع الباب الجاهز فيما بعد، وحاول تثبت الحلقين ببعض عن طريق المسامير بالفريشر عادي. لو لقيت في فرق بين المحاره والحلق الزفر، امليه فوم، وما تقولش ان هو عادي والعصابه هتداريه، لا لازم يتملى فوم عشان قوه التلاصق تكون قويه. لو في باب زان محمل تقيل، خلي بالك من المفصلات، هاتها قويه جدا عشان الابواب دي بتبقى تقيله وعشان ما تريحش معاك فيما بعد. واحنا بنلجأ للابواب دي عشان هي بتبقى مقاومه للميه والرطوبه وبتبقى غاليه جدا. عادي جدا تركب الابواب الجاهزه بالفوم على المحاره وبتكون قويه جدا، ما تقلقش خالص من الموضوع ده. اخر حاجه هنقولها النهارده اللي هي الواح MDF. دي ممكن تشكل منها اي شكل انت عايزه، وبتدخل على مكنه اسمها CNC. المكنه دي بتشكل لك اي شكل انت عايزه، ممكن تستخدمه كحاجز او ممكن تستخدمه كديكور في اي مكان. وبكده يكون خلصنا النهارده النصايح كلها اللي في النجاره. وخليك عارف ان احنا مكملين كل المراحل عشان ما تحتارش في اي حاجه وانت بتشطب حاجه تخصك. وما تنساش تكتب لنا رايك في كومنت تحت، وما تنساش تعمل برضه اشتراك في القناه عشان تشوف كل المراحل اللي جايه فيما بعد، وتعمل لنا لايك كمساعده للفيديو على الانتشار. اشوفكم على خير في الخامسة مساء من كل خميس، في امان الله.